أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم تحية الإسلام من قناة سلام الإعلامية المباركة، وأرحب بعنايتكم أينما كنتم داخل الوطن وخارجه في برنامج مع اللغة العربية، والحلقة رقم 87. أسأل الله سبحانه وتعالى دوما أن يجمعنا وإياكم على خير، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام. أيها السادة والسيدات، أحييكم مرة ثانية، ونبدأ دوما بقوله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. في هذه الحلقة التي سنتحدث عنها أو فيها عن صدور كتاب باللغة العربية، ولكن قبل هذا وذاك دعونا نهنئ الشعب الإريتري الذي يعيش هذه الأيام ذكرى استقلاله المجيد في الذكرى 32 للحرية والاستقلال. نهنيه ونحييه أينما وجد، ولكن في ذات الوقت برضو نذكر أنفسنا وإياكم والوطن والشعب الإريتري أينما وجد بأن هذه الذكرى تأتي منقوصة في قيمها وفي مضامينها والمبادئ التي ناضل من أجلها الشعب الإريتري: أن يعيش حرا كريما عزيزا في وطنه، مهابا ومهيبا في نفس الوقت، وأن يتمتع بكل ما أمر الله به أن يتمتع به هذا الإنسان من حرية وكرامة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، إلى آخر الآية. فالشعب الإريتري ناضل من أجل أن يعيش حرا كريما عزيزا في أرضه، يتمتع بكل حقوقه الدينية، الوطنية، السياسية، الاقتصادية، الثقافية، العلمية والتجارية، وحدث ولا حرج إلى يوم إلى الذكرى القادمة للاستقلال. لكن بفعل فاعل هذه الحرية وهذا الاستقلال منقوص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكمل فرحتنا دوما، ونحتفل بالاحتفال الذي يليق بتلك المناسبة. أعود فأقول مشاهدينا الكرام: الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قال: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. في هذه الحلقة من برنامج مع اللغة العربية، نتشرف اليوم في قناة سلام الإعلامية المباركة أن نتحدث عن هذه الإصدارة الجديدة التي تم تدشينها في مدينة ميلبورن في 13 من مايو 2023 تحت إشراف الملتقى الثقافي الإريتري الأسترالي. عنوان الكتاب كما تلاحظون مشاهدينا الكرام هو العودة الطوعية، الاندماج المحلي وإعادة التوطين، معضلات الهجرة عن اللاجئين الإريتريين، تأليف الدكتورة سعدية حسنين عافا. وقد ترجم الكتاب من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية الدكتور عبد الرازق كرار عثمان، وراجعه وحققه الدكتور إدريس موشي. لهما التحية والتقدير، وللدكتورة كل اعتزاز واحترام. وقد يتساءل المشاهد الكريم: لماذا نهتم نحن في برنامج مع اللغة العربية بكتاب يتحدث عن اللاجئين؟ قبل ذلك تحدثنا في كتاب عن حركة تحرير إريتريا، وتحدثنا عن الطائفية في إريتريا، وتحدثنا كذلك عن كتب لا أستذكرها اليوم، ولكننا سنركز في الإصدارات العربية. لماذا نحن نتحدث في برنامج مع اللغة العربية؟ لأنه يصدر باللغة العربية. نعم، الكتاب صدر باللغة الإنجليزية ولكن تم ترجمته إلى اللغة العربية، وجزء من اهتمامات هذا البرنامج ومن أهدافه ومبادئه أن يرصد كل ما يتعلق باللغة العربية، سواء كان صدر كتاب يتحدث عن قضية لغوية في صميم اللغة العربية، أو صدر باللغة العربية، أيا كان هذا الإصدار سياسيا اجتماعيا وثقافيا، لأن واحدة من الرفق ودعم المكتبة العربية هو إصدار الكتب، وهي مع الأسف الشديد هي كتب قليلة وشحيحة جدا في المكتبة العربية. في جعبتنا كثير من الكتب إن شاء الله سنستعرضها لكم، وهي كتب حديثة، ولكن عندما نرى أهمية كتاب حتى لو كان كتابا صدر منذ فترة نأتي ونستعرض أهميته، لأنه نحن منوط بنا أن نتحدث وندعم كل ما يدعم هذه اللغة العربية. واحدة من ما يدعم اللغة العربية هو الإصدار والصدور باللغة العربية في أي مجال كان. نحن في
كما قلت هذا التدشين تم تحت رعاية الملتقى الثقافي الإريتري الأسترالي اللي هو وليد النشأة، تأسس قبل أشهر، وهذا ثاني نشاط لهذا الملتقى الثقافي. النشاط الأول كان تكريمه لموقع عونا الإلكتروني، موقع عونا الإعلامي، ممثلا في شخص الأستاذ الإعلامي العزيز عبد الوهاب حاج جمع، كرمه الملتقى. بعد أن كرمنا الملتقى اتصل علينا الدكتور عمر زرآي، ونحن نتحدث أن نملك المعلومة. الدكتور عمر زرآي مثل جهة النشر والطباعة، وطبعت هذا الكتاب مؤسسة هادي بريس، وتم التنسيق معنا كملتقى ثقافي إريتري مع الدكتور عمر زرآي، وبحمد الله سبحانه وتعالى بعد تنسيق كثيف ودؤوب تمكنا بحمده تعالى أن ندشن هذا الكتاب في مدينة ميلبورن. طبع الكتاب 2022، يعني قبل شهور يعني، ولله الحمد من قبل ومن بعد كان حضورا مشرفا للجالية الإريترية، حيث حضور قرابة 100 شخص، يعني أن يأتوك في مؤسسة في مناسبة كتدشين كتاب ليس مسألة سهلة، وإن دل ذلك إنما يدل على أن المجتمع الإريتري يهتم بالكتاب، وقد بيع من هذا الكتاب عدد لا بأس به مقارنة بالكتب التي بيعت فيما سبق. وهذه محمدة، والشعب الإريتري يدرك على أنه بالذات الإصدارات العربية هي قليلة، وكونه ينكب عليها ويحضر تدشينها ده يدل على أنه مجتمعنا يدرك أهمية هذه اللغة ويدعمها ويتفاعل معها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الوقفة والدعم والمشاركة أكثر من ذلك. الدكتورة سعدية حسنين عافا، نشكرها من محل إقامته في السويد. هذا الكتب أهميته، أو هذا الكتاب أهميته يكمن على أنه كان رسالة علمية لدرجة الدكتوراه، ونالت بها درجة الدكتوراه، ونهنئها على ذلك الإنجاز. والدكتورة سعدية حسنين عافا في كتابها لم تكتب سيرة ذاتية وافية، اكتفت تقول أنها من مواليد إريتريا، حاصلة على درجة الدكتوراه ومن جامعة ستوكهولم بالسويد، وهي باحثة بمركز أبحاث الهجرة الدولية والعلاقات العرقية قسم الأنثروبولوجيا الاجتماعية جامعة ستوكهولم. نشرت لها العديد من الدراسات والأبحاث حول مواضيع اللاجئين، الهجرة، الجندر، والمجتمعات الانتقالية. هذا التعريف الموجز الذي كتبته الدكتورة، ولكن السيرة الذاتية تكمن داخل هذا الكتاب، حيث هي من أولئك اللاجئين مثلنا، كلنا اللاجئين. يعني أنا هذا الكتاب أقول، وحتى قلناه في المقدمة وفي الأمسية التي دشنها الملتقى الثقافي الإريتري، أن هذا الكتاب يعني أي إنسان إريتري موجود خارج إريتريا، هي قصته، سواء كان مر بالسودان أو مر بإثيوبيا أو مر بأي منطقة أخرى، لأنه هذا الكتاب تناول قصتنا نحن. صحيح وركز على اللاجئين الإريتريين المتواجدين في كسلة تحديدا، وناقشت الدكتورة نقاش كبير، وسنستعرض في أجزاء من ذلك في هذه الحلقة والحلقة التالية بحوله تعالى. نعود إلى حيثيات التدشين الذي نظمه الملتقى الثقافي الإريتري الأسترالي. وكما قلت يعني نحن في الملتقى شرفنا بتدشين هذا الكتاب، والفقرات كانت على النحو التالي عزيزي المشاهد. الأستاذ أري محمد صالح رباط سكرتير الملتقى الثقافي الإريتري الأسترالي افتتح حفل التدشين، ودعا الطالب الشاب ابننا عمار ياسر عبد الرحيم محمود خليفة ليقرأ شيئا من القرآن الكريم، وكانت قراءته ما شاء الله في غاية الجودة والإجادة، يعني تجويدا وقراءة. ثم قدم أستاذ أري كلمة الملتقى الثقافي الإريتري الأسترالي، أشار فيها إلى أهمية الاهتمام بالكتاب العربي وأهمية الالتفات إلى الإصدارات وحضور التدشين، وقدم شكره للملتقى الثقافي الإريتري، عفوا لمؤسسة هادي بريس
على أن أتاحت لنا هذه الفرصة نحن كملتقى، وقدم أيضا شكره للحضور وللدكتورة صاحبة الكتاب والمؤلف بمعنى المترجم والمحقق. بعد ذلك دعا أخونا محمد صالح رباط، دعا الأستاذ عامر حقوس نائب رئيس الملتقى الثقافي الإريتري الأسترالي ليقدم كلمة شكر فيها الحضور. وقال السيد عامر إنه تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الاتصال اختصرت لنا وقربتنا كثيرا. كتاب صدر في السويد وطبع في على مؤسسة هادي بريس أعتقد في لندن، ويتم تدشينه في ملبورن، ويتناول قصة اللجوء في كسلة. يعني اختصر وأكد على أن العالم أصبح قرية. ثم دعا سيادته نائب الرئيس بنتنا العزيزة ندى عبد القادر كيكيا لتقدم سيرة ذاتية عن الكاتبة، وقدمتها باللغة الإنجليزية. والملتقى الثقافي الإريتري الأسترالي صحيح أنه يعني يعمل ب3 لغات، ويضع اللغة العربية هذه التي نتحدث بها ولها وبها ومنها وإليها، يركز في تركيزه في اللغة العربية، ولكنه يريد أن يصل إلى الشباب بلغاتهم. ونحن اللغات المعتمدة عندنا في الملتقى هي 3 لغات: العربية والتجرينية باعتبارها واحدة من لغاتنا، والإنجليزية باعتبارنا موجودين في هذه البلاد. ولذلك نحاول أن نصل إلى الشباب بالأفكار العربية والأفكار الإنجليزية التي نعمل من أجلها في معالجة قضايا من قضايا الوطن. بنتنا ندى عبد القادر كيكيا مشكورة، قدمت يعني سيرة ذاتية عن الكاتبة، وكانت سيرة ممتازة، وتعاون معها أستاذنا عامر ما في شك. يعني لها الشكر الجزيل ولآل كيكيا. بعد ذلك نائب الرئيس السيد عامر حقوس دعا رئيس الملتقى الثقافي الإريتري الأسترالي الأستاذ أحمد شريف ليدير الجلسة ويقدم يشرف على الفقرات، ثم يقدم الدكتور عبد الرزاق كرار عثمان الذي قدم من كامبرا ليتحدث عن الكتاب لأنه هو المترجم ويعمل قراءة عن الكتاب. رحب بالحضور وقال إن هذا الكتاب وهذا الإصدار هو قصة كل واحد منا، حتى لو كنا نحمل جوازات أجنبية، وحتى لو كنا نقيم في أي مكان كان، في أي مكان، وفي معسكرات اللجوء وفي المدن وغيرها. هذه قصة كل واحد منا مر بهذا الطريق. ثم دعا السيد ياسر عبد الرحيم ليقدم مجموعة من الفيديوهات التي تم تسجيلها سواء كان عبر الملتقى أو غيره. واستمع الحضور في البداية إلى كلمة الدكتورة سعدية حسنين عافا، تقدمت وتحدثت إلى الحضور باللغة الإنجليزية. كان يمكن أن تتحدث إلى الجمهور حتى تصل إليهم، هذه ملاحظة لاحظها الملتقى. يعني كان يمكن أن تتحدث إلى الجمهور باللغة العربية أو بلغة التجريت مثلا، أن تصل إلى الجمهور، ولكن يعني هي مشت مع الناحية العلمية الأكاديمية التي كتبت بها الكتاب، فتحدثت في دقائق، وكان تسجيل صوتي وليس صورة وصوت. فتحدثت باللغة الإنجليزية وشكرت الحضور، وقالت إن هذا الكتاب هو يأتي أهميته إنه يتناول قضية من قضايا المجتمع، وهي قضية اللجوء والعودة. لجوء وعودة، هذه الإشكالية الموجودة في الواقع الإريتري. ثم بعد ذلك قدمت كلمة باسم الجالية الإريترية والمرأة الإريترية، قدمتها الدكتورة الأستاذة نجاة أبو بكر. الأستاذة نجاة أبو بكر تحدثت عن أهمية الكتاب العربي والكتابة العربية، لفتت انتباه الحضور جميعا. قالت علينا أن نهتم بهذه اللغة العربية، هي مسألة في غاية الأهمية بالنسبة للمجتمع الإريتري، وعلينا أن نشجع الكاتبات خاصة والشباب كذلك الذين يكتبون باللغة العربية، لأنه يعني في اهتمامنا باللغة العربية نؤكد أشياء كثيرة نشكرها. نحن طبعا أستاذة نجاة أبو بكر هي من الحضور في فعاليات الملتقى الثقافي الإريتري الأسترالي، وتحدثت باسم الجالية باعتبارها مسؤولة مكتب المرأة الإريترية في الجالية.
ونيابة عن رئيس الجالية الأستاذ الشاب بره جمال، وشكرت الحضور، ونحن بدورنا نشكرها كذلك على حضورها المشرف دوما. ثم استمع الحضور إلى الكلمة التي سجلها الملتقى للدكتور إدريس موشي. سجلناها حتى نضمن جودة ونقاء الرسالة. ومشكور الدكتور إدريس موشي على الرغم من أنه مشغول رجل أكاديمي، فسجل لنا كلمة، والكلمة كانت هي قراءة حقيقية للكتاب، حتى أغنت الدكتور عبد الرازق كرار كما قال بنفسه إنه الدكتور موشي في مداخلته في كلمته يعني أغناني وكفاني الحديث الطويل، ولكنه أشار إشارات في غاية الأهمية كما سنرى لاحقا بإذن الله. الدكتور موشي أشار على أنه الدكتورة سعدية حسنين عافا بذلت مجهود جبار وهي ترصد الحالة حتى وإن كانت في مدينة كسلة، وأثنى عليها ثناء الأكاديمي للأكاديمية. وليس بالأمر السهل عزيز المشاهد، وأن تبحث في العمل الميداني وتذهب وتلتقي بأصحاب القصة، أصحاب اللجوء، أصحاب المعاناة، يعني فأشاد وشكرها الشكر الأكاديمي المستحق لها، وقال إنه الدكتورة سعدية عبر هذا الجهد والمضني الكبير يعني أجابت على كثير من المغالطات التي رصدت قبلها فيما يتعلق بعودة اللاجئين. كثيرون من الذين قالوا إن مشكلة العودة الطوعية في واحدة من المشكلات وليس كلها كما نعلم، واحدة من مشكلاتها كان يعني كما يقول بعض الباحثين كانت مشكلة اقتصادية بحتة. الدكتورة سعدية حسنين عافا مشكورة إنه عدلت الصورة وقالت حسب رؤيتها وحسب بحثها وما أشار إليه البحث من خلال الرصد الميداني، قالت إن المشكلة ليست مشكلة اقتصادية بحتة ولكنها مشكلة سياسية، لأن الذين التقتهم أكدوا على أن مشكلة العودة كانت في جوهرها مشكلة سياسية، وتحديدا ما تبنته المجموعة الحاكمة في أسمرة من سياسات، وأبعدت جهة بعينها جبهة التحرير الإريترية بالنسبة لكثير من اللاجئين هي تمثل رؤية سياسية وكيان سياسي. طالما أبعدت الجبهة الشعبية الحكومة الإريترية المؤقتة جبهة التحرير الإريترية من المشهد السياسي، ربطوها مباشرة بالعودة. ولذلك فتحت النافذة دكتورة سعدية في بحثها وقالت إنه مشكلة اللاجئين العودة واحدة من مشكلاتها. يعني تعاملت المجموعة أو المجموعات اللاجئة الموجودة في السودان العودة الطوعية دخلوها في العباءة السياسية، وفعلا هذا كلام في محله، خاصة عندما يأتي من بحث أكاديمية بحثة نزلت إلى الميدان ورصدت وتحدثت بشكل صريح. والكتاب كما قلت عزيز المشاهد، أنا سأعود إلى تعليق الدكتور موشي بعد قليل. الكتاب هو من الحجم المتوسط، صدر في 244 صفحة مشكورة يعني، وطباعة جيدة ما في شك، يعني طباعة ممتازة ومريحة للقراءة كما تلاحظون. وأرجو أنه اقتناء أي واحد، يعني أنا في تقديري كل من يعيش في الخارج وحتى في الداخل طبعا الكتاب أن يصل إليهم شوية في أشكالية، لكن كل من أراد، كل من هو في الخارج، حتى هنالك يعني تواصل عبر الوسيلة الإلكترونية. أنا يعني أرجو المشاهد الكريم أنه يكتب هذا العنوان ويتواصل مع جهة النشر وسيصل الكتاب أينما هو، خاصة أنهم قالوا في هادي بريس. نرجو زيارة موقعنا على الإنترنت www.hadipres.net. تواصلوا معنا، قالوا info@hadipress.net الطبعة الأولى، وهنالك رقم إيداع دولي. يعني أنا أدعو المشاهد الكريم أن يقتني هذا الكتاب، لأن اقتنائك لهذا الكتاب هو دليل على اهتمامك بقضاياك. يعني تعرف مشكلة اللاجئين لماذا لم يعودوا من خلال هذا الكتاب، ليس حديث مجالس وحديث مقاهي ومناسبات وبتاع، هذا بحث أكاديمي علمي بذلت فيه الدكتورة مجهود كبير أينما كان. وأدعو الأكاديميين أن ينطلقوا من هذا البحث العلمي الأكاديمي ويبحثوا في القضية
بشكل أعمق. دكتور موشي يعني تحدث عن الخلفية التاريخية للاجئين والقضايا التي يعاني منها اللاجئون سواء كان في السودان أو غيرهم، وتحدث بشكل مسهب، ونحن إن شاء الله سنستعرض حديثه في حلقات مقبلة إن شاء الله، مع استعراضنا لما يعني على الأقل نشير إلى القضايا التي أشار إليها الدكتور. ولكن قراءة الدكتور أو مساهمته ومشاركته معنا كانت عبارة عن قراءة حقيقية للكتاب، إضافة لما تفضل به الدكتور عبد الرازق سعد الله. كذلك استمع الحضور بعد ذلك المشاهد الكريم إلى كلمة الدكتور عمر زرآي. الدكتور عمر زرآي كذلك أشاد بمجهود الدكتورة وأشاد بالملتقى وشكره على تدشين هذا الكتاب. الدكتور عمر زرآي أيضا الذي مثل جهة الطباعة والنشر كان مشاركته صورة وصوت، كذلك الدكتور موشي كان الصورة وصوت، ومشكورين الدكتور عمر والدكتور إدريس أن يشاركوننا التدشين الذي شرف به الملتقى يوم السبت 13 من مايو 2023. أنا أقول إنه الكتاب كونه يأتي متزامن برضو في أعياد الاستقلال، يعني أنا أقول إنه ناس ميلبورن كانوا محظوظين إنه ما انشغلوا بالبهرجة والحفلات وكما تروج لها مجموعة أسمرة، لكن أن نربط مناسبة استقلال بمشكلة لاجئين وعدم العودة وما إلى ذلك، هذا يترك يعني إنه هذا هو التأمل الحقيقي للاستقلال. يعني لو كانت الأمور طبيعية عزيزي المشاهد، يعني كان ينبغي أنه الكتاب ده كان حيكون عنوانه مختلف، حيثيات هذا الكتاب مختلف تماما، لأنه الذين التقتهم الدكتورة سعدية في مدينة كسلة وفي معسكرات اللجوء، يعني في عدد من المعسكرات، يعني في متن الكتاب موجود معسكرات ود الحليه وسمسم ومقرقور وحاجات كثيرة، يعني كان هؤلاء يكونوا قد عادوا، وعنوان الكتاب كان حيكون مختلف والمحتوى مختلف، ما دارين نخش في التفاصيل، ولكن لحاجة في نفس الفرعون والإمبراطور الحاكم بأمره ظل يعني كتب لهذا الكتاب أن يكتب تحت هذا العنوان، وتظل القضية موجودة، بل هنالك المئات الذين يخرجون من ديارهم بين قوسين تحت يعني حرية واستقلال، يعني شيء غريب يعني. ويمكن أن يكون هي رصدت بعد الفترة الأخيرة برضو خروج اللاجئين رصدتهم، ولكن برضو نشير ونقول إنه يعني حتى اللاجئين بيقوا أجيال، يعني ممكن أن نقول اللجوء بعد 91 هذا بحد ذاته يحتاج إلى كتاب يعني، واللجوء ما بعد الحرب اللعينة التي دفع الشعب ثمنها الغالي، لا يزال مسلسل اللجوء مستمر. ولذلك أنا أقول يعني أنا أهيب بالمشاهد الكريم أينما وجد أن يقتني هذا الكتاب ويقرأه، وهو كتاب مريح حتى في قراءته، رصدته وكتبته بطريقة علمية، وطبعا الفضل يرجع بعد الله سبحانه وتعالى وللدكتورة إلى الدكتور عبد الرازق الذي ترجمه ترجمة أمينة، يعني بارك الله فيه مشكور يعني. كذلك مشاهدين الكرام ضمن فعاليات التدشين الذي تشرف به الملتقى الثقافي الإريتري الأسترالي، استمع الحضور ولأول مرة بالأستاذ فخر الدين إسحاق. فخر الدين إسحاق يمثل الصندوق الأسود لقصة اللجوء في إريتريا، يعني لقصة كيف تعاملت الأمم المتحدة وبرنامج العودة الطوعية وكل ما يتعلق بقضايا اللاجئين. كان الدكتور الأستاذ فخر الدين إسحاق له التحية من هنا، يحمل في جعبته الكثير من المواقف والاتجاهات. نقول اتجاهات، خلينا نقول اتجاهات، عندما تقول اتجاهات فيها كمية من المواقف وكذلك الأبعاد الاجتماعية والدينية والأبعاد السياسية وغيرها والملاحظات وغيرها. اتجاهات تحمل كل ذلك تلك الأشياء.
الدكتور الأستاذ فخر الدين إسحاق استعرض لنا بشكل جميل وشكل يعني ملفت وشد انتباه الناس. استعرض لنا تجربته مع برنامج اللاجئين مع الأمم المتحدة، حيث شغل عدة مناصب في الأمم المتحدة في مكاتب اللاجئين في السودان بشكل عام، في معسكراته وفي مدنه وما إلى ذلك. فكان حديثه يعني أضفى على أمسية التدشين يعني واقعية، وفي نفس الوقت موضوعية، وخلى الناس ذاته مشدوها وأعطانا نحن حتى كملتقى يعني فتح شهيتنا للحديث معه. يعني إن شاء الله يمكن نستضيفه كذلك في برامج، سواء كان بالملتقى أو في هذه القناة وغيرها، ليتحدث. وهو المتحدث اللبق يعني، وحضور مشرف. تحدث عن قصص اللاجئين الإريتريين، وتحدث عن ما يمتاز به اللاجئ الإريتري عن دون غيره من اللاجئين الذين يعني استضافوا السودان الوطن العزيز. واليوم السودان أصبح بعد أن كان مستقبلا، أصبح اليوم مصدرا للاجئين من بني جلدته مع الأسف الشديد. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تنجلي غمة هذا الشعب الكريم، هذا الشعب المضياف العزيز. هو منا ونحن منه، ما في شك يعني. فالأستاذ فخر الدين إسحاق يعني حكى مواقف وأشياء كلها مشرفة بالنسبة للاجئ الإريتري، وأكد على أن اللاجئ الإريتري كان لاجئا مختلفا تماما عن كل اللاجئين الذين شهدهم السودان منذ أن عرف السودان في العصر الحديث. بعد ذلك اعتلى المنصة الدكتور عبد الرازق كرار عثمان، له التحية والتقدير والشكر الجزيل. وهو رجل صحفي ورجل أكاديمي ورجل سياسي، بذل مجهودا كبيرا في هذا الكتاب، ونقله بحرفية وعناية وأمانة علمية. وأشار فيما أشار إليه على أن هذا الكتاب يمثل مرجعا أساسيا، خاصة للذين يقرؤون اللغة العربية. وفيما أشار إليه الدكتور عبد الرازق سعد الله أن هذا الكتاب عد الكثير من المفاهيم المغلوطة التي كانت في قصة اللجوء واللاجئين، خاصة ما يتعلق بشهادات أولئك اللاجئين. صحيح ربما يكون كتب باللغة الإنجليزية واللغة التجرينية كثير، لكن باللغة العربية نستطيع أن نقول كان حكي عنه أكثر مما هو مكتوب كتابة، ليس في شكل مقالات وليس في شكل منشورات، لكن نحن نتحدث ونقول في دراسة علمية أكاديمية. قد تكون هذه واحدة من الكاتبات الرواد الدكتورة سعدية، أن رصدت قصة اللجوء واللاجئين ومعاناتهم من خلال الالتقاء بهم ونشر باللغة العربية. دكتور عبد الرازق طبعا يعني كان كلامه في غاية الأهمية، والناس سمعوا إليه بعناية واهتمام كبير. الملتقى الثقافي الإريتري، قبل كلمة الدكتور حقيقة يعني أنا قصدت أنه أؤجل الكلمة التي تفضل بها أستاذنا حسنين عافا، له التحية. تحدث عن باعتباره حديث الأسرة، يعني كلمة الأسرة، أسرة الأستاذ حسنين. والأستاذ حسنين طبعا لمن يعرف هو غني عن التعريف، ولكن والله نحن في رصدنا للشخصيات التي ساهمت في التعليم ربما نأتي ونتحدث. هو أستاذ يعني من المربين الكبار. وتحدث أستاذنا حسنين عافا حديثا صادقا عن الدكتورة، حتى يعني تحدث عنها ليس كشقيقة، ولكن تحدث عنها كإنسانة كانت مشغولة دوما بالعلم والتعلم والمعرفة. كان حديث الأستاذ عافا حديث القلب، من القلب إلى القلب، وكان حديثا مفعما بالعاطفة والمصداقية، وحتى أنه تأثر وهو يتحدث عن شقيقته الدكتورة سعدية حسنين عافا، وكيف كانت إنسانة قبل أن تكون ذات باحثة، كانت إنسانة وإنسانة حنونة بالنسبة لأفراد الأسرة. وكان حديثه مؤثر جدا. ونحن في الملتقى الثقافي الإريتري الأسترالي يعني تعمدنا أن ندعوه
ونستمع إلى كلمة الأسرة. ومشكورا يعني حضر وقدم كلمة من الكلمات القوية التي شرفنا بها نحن في الملتقى والحضور عموما. ثم زينت الكلمة والدة الدكتورة، عمتنا خديجة حامد حمد، قدمت كلمة برضو بلغة التجريت، وكانت كلمة معبرة، كانت كلمة مختصرة جدا ولكن كانت كلمة معبرة. شكرت بنتها سعدية وتمنت لها الخير كما تمنى لها أخوها وشقيقها الأستاذ عافا حسنين عافا. وهي أينما وجدت هي يعني مساحة وشجرة للخير. ما أكد ذلك عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، نحن نتعمد أن نذكر خير الناس وأخيارهم وإشراف أمورهم. في مجتمعنا الإريتري هذه اللغة ما موجودة، وأنا أدعو من هنا إنه أيها الناس تحدثوا عن أشراف أمور إخوانكم، أخواتكم، أمهاتكم وآبائكم، تعالوا وقولوا خيرا فيهم فيما تعرفونه. لماذا المكتبة العربية الإريترية فقيرة؟ لأن الناس لا يتحدثون. نحن واحدة من أهداف هذا البرنامج أن نعلم الناس يعني أدب الحديث عن الأسرة، أدب الحديث عن الإخوان، عن أدب الحديث. اكتبوا وتحدثوا، حتى لو ما دار تكتبوا تعالوا وتحدثوا، تحدثوا عن أهليكم وعن أخياركم وعن أشراف أموركم. لأنه بالحديث يمكن هذه القناة الإعلامية المباركة التي نتحدث من خلالها هي مرجع لكثير من الأبحاث التي يمكن أن تكون سواء كان للغة العربية، للمسائل الدينية، المسائل الاجتماعية، المسائل الفقهية، لمن أراد أن يبحث في يوم من الأيام. وقد يكون بدو الناس اليوم واحدة من المراجع والمراصد المؤسسات الإعلامية. المؤسسات الإعلامية لما تقدم لك معلومة أنت يمكن أن تدونها في المراجع والمراصد العلمية. وأنا كرجل إعلامي أتحدث بثقة كاملة إنه المؤسسات الإعلامية المعتمدة هي المعروفة الاتجاهات، معروفة المصدر، هي تعتمد في البحث العلمي الأكاديمي. يمكن أن تقول في برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة الحلقة رقم كده في التاريخ الفلاني قالوا كده كده كده، هذه كلام معتمد يعني. ولذلك حتى يكون كلامكم وتاريخ أهلنا وأحبابنا معتمد، تعالوا وتحدثوا في القنوات الرسمية. يعني حتى في وحدين في رؤى بتقول حتى السوشيال ميديا تعتبر مراجع مرصودة ومراجع موثوق بها، حتى لو ما عممناها في السوشيال ميديا، ولكن القنوات والإذاعات والصحف والمجلات والدوريات العلمية هي مراجع معتمدة يعني في البحث العلمي الأكاديمي. ما أكد على أن الدكتورة سعدية حسنين لها التحية والتقدير والشكر والعرفان، ما أكد على أنها إنسانة طيبة وإنسانة يعني متفاعلة مع مجتمع مشاركات الحضور. نحن تعمدنا طبعا أن نتيح المجال لأكبر قدر ممكن من الحضور. والله كل الذين تحدثوا حتى لو ما قلنا أسماءهم، لكن يعني أكثر قرابة 10 ولا أكثر من 10 واحد تحدثوا، فيهم إعلاميين وفيهم سياسيين وفيهم برضو أكاديميين وفيهم ناشطين في منظمات المجتمع المدني. كلهم اتفقوا على أن الدكتورة سعدية هي إنسانة طيبة وإنسانة خيرة وإنسانة مهتمة بالعلم والمعرفة ومساعدة الطلاب والالتفات إلى حقل العلم، وكيف دورها إنه ذاته هي برضو حتى داخل نطاق أسرتها وأقاربها وأحبابها. يعني أكدوا على أنه هي ما عندها غير هم العلم والمعرفة. أنا أتمنى الدكتورة سعدية إن شاء الله تجينا في يوم من الأيام في هذا البرنامج وتتحدث نعم باللغة العربية. البرنامج يمكن أن تتحدث باللغة العربية، وحتى يمكن أن تتحدث بأي لغة تريدها. نحن نتشرف بها أن تأتي إلى هذه القناة وغيرها من القنوات التي أعمل بها، تأتي وتتحدث إلى الجمهور والمستمع الكريم. وكل أنا بدوري كرئيس للملتقى الثقافي الإريتري الأسترالي وباسم المجموعة نائب الرئيس والسكرتير، كلنا نحن نشكر أولا الذين أعطونا هذه الفرصة لتدشين هذا الكتاب الهام جدا وهو يعنينا كلنا جميعا. هذه واحدة.
كذلك نشكر الدكتورة على جهدها الجبار وجهدها الكبير. أيضا نشكر الذين تعاونوا معنا، على رأسهم أخونا ياسر عبد الرحيم الذي تعاون معنا في الإشراف والإخراج بالنسبة للرسائل الصوتية، الفيديوهات التي أعطيناه إياها. اشتغل معنا هو وأبناؤه وله الشكر الجزيل. كذلك من الكلمات في غاية الأهمية التي استمع إليها الحضور كانت كلمة المربي الجليل الأستاذ الخبير التربوي أستاذنا عبد الرحيم خليفة محمود. تحدث إلينا حديث المربي وحديث الأستاذ وحديث الأب والأخ في نفس الوقت. حدث إلينا مقر إقامته الآن في دبي عبر الهاتف. يعني أستاذ ياسر بذل مجهود، يعني سمعنا له، والحمد لله استمع الحضور إلى محاضرة في العلم. تحدث عن المؤلفة طبعا الدكتورة سعدية، وتحدث في قضايا سياسية وقضايا جوهرية وقضايا علمية تعليمية، ودعا الناس إلى الاهتمام بالعلم والاهتمام بالتأليف والاهتمام كذلك بالمشروع الوطني. يعني كانت لكلمته ذات أهمية في أن تلقى أمام مجموعة محترمة خلت حاجات كثيرة كذلك، وحضرت أمسية التدشين، ويعني أن تأتي مثل تلك الجرعات الوطنية هو في غاية الأهمية. كذلك نشكر الإخوة في مركز الرابطة أستراليا، تعاونوا معنا في مسألة يعني جمع المال للكتب التي بيعت أو الكتاب الذي بيع عبر الدفع عبر الآلة عبر الجهاز يعني، ولهم الشكر الجزيل. كذلك نشكر أخونا شهابي الذي شاركنا بالتصوير من استوديو بركاوي، والله يعني قد نعجز شكر الجميع، ولكن حضور المواطنين مثل هذا التدشين كان له ما له من تشجيعنا ذاته نحن حتى كملتقى، وفي نفس الوقت اعتبار ورد اعتبار وبيع عدد كبير من هذا الكتاب مشكورين يعني. وثمن الكتاب ما كان كثير، $20 أسترالي، يعني ما كثير والله، يستاهل هذا الكتاب أكثر، ولكن هكذا يعني الناس يعني خطوا من راسهم كده 20-25 مهما كان الكتاب، يعني سواء كان في حجمه في بحثه في القضايا التي يتناولها. كتاب من كتاب يختلف طبعا، ولكن لماذا أنا لست أدري 20-25 تفوت 25 ما في زول يشتري الكتاب؟ هذه برضو تحتاج إلى وقفة وتأمل. يعني ليس بقيمة أي كتاب هو مهم طبعا، لكن أحيانا بتكون تكلفة الطباعة أكثر من كتاب لكتاب تختلف. شكل الطباعة بحد ذاته، الكواليتي بتاعت الطباعة ذاته والجودة يعني، فدي كلها لما تدخلها في الاعتبار مفروض يختلف كتاب من كتاب. ولكن يعني برضو يعني كوني يشتروا برضو كويس يعني، سواء كان 20 أو 25. هذا ما وددنا أن الحديث عنه مشاهدينا الكرام في برنامج مع اللغة العربية في قناة سلام الإعلامية المباركة. للحديث عن محتويات الكتاب وفصوله أنا سأفرد لها حلقة كاملة إن شاء الله في الحلقة المقبلة بإذنه تعالى، وبالإشارة كذلك لما أشار إليه الدكتور موشي والدكتور عبد الرازق في حيثيات وقراءة هذا الكتاب الذي يأتي ضمن احتفال، خلينا نقول برضو نحن في قناة سلام الإعلامية المباركة قناة سلام نحتفل بعيد الاستقلال في قضية من قضايا اللاجئين، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا. سأتوقف هنا عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، مع الشكر الجزيل للمتابعة، وأدعوكم مرة أخرى لاقتناء هذا الكتاب بالاتصال المباشر على العنوان الذي عرض على الشاشة. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: كتاب الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، صدق الله العظيم. برنامج مع اللغة العربية يعده ويقدمه أحمد شريف، مع تحيات زملائي في الإشراف والإخراج وكذلك في المشاهدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.